في الحلقة السابقة شاهدنا تقديما عن كائن الزرقلاف الأسطوري، كيف يؤثر بشكل كبير في مورال المواطن المغربي، وكيف أنه لا يستطيع أن يترعرع إلا في وكالات كاش بلوس. وفي هذه الحلقة سنواصل السفر في أعماق هذه القصة المثيرة حول كائن يغني خيالنا بجماله وينير واقعنا بزروقيته. تحنسر، يتحنسر، تحنسيرة، فعل من أفعال المالية، ويعنى به افتقد الشخص للزرقلاف. صنفته الأنسيكلوبيديا الوطنية كأكثر الأفعال استعمالا في العشر السنوات الأخيرة، مما جعل وكالات كاش بلوس تدخل في برنامج استعجالي ساهم في تسهيل وربط الطرق لانتقال الزرقلاف بين الأشخاص والعائلات. صباح كل يوم تبدأ الزرقلافات في التوافد على كاش بلوسات. كل زرقلاف جاءت لغرض ما، فهذه تودع صاحبها لكي تدفع كثمن لفاتورة الماء والكهرباء، وتلك تم إرسالها كتعبئة للهاتف. أما الأغلبية الساحقة من هذه الكائنات فهي تقضي يومها في حركة دائمة بين الوكالات لتلبي رغبات أصحابها في تحويل العقد داخل الوطن. إضافة إلى السرعة، كائن الزرقلاف يضع ثقة كبيرة في وكالات كاش بلوس، ثقة تم بناؤها على مر العصور، فهي أكثر أمانا من أهرامات مصر، وأكثر قربا للمواطن من قرب الحاجب للعين، وأكثر شموخا من التوين سانتر. القرب، الثقة والسرعة هي شروط الحياة المتكاملة للكائن الأزرق، الذي لا تكتمل سعادته اليومية بدون استقبال أقرانه من كائنات النقود الوافدة من كل أنحاء العالم. فهذا طائر الأورو قد جاء من إيطاليا، وذاك النسر الأمريكي الملقب بالدولار. كلها كائنات تلتقي في أنظمة كاش بلوس. بالإضافة إلى ذلك يصرف أيضا كائن الزرقلاف إلى عملات أخرى في هذه الوكالات، وذلك استعدادا لموسم السفر والهجرة من قارة إلى أخرى، وعبور كل أقطاب الكرة الأرضية لنشر الحب والسلام بين الناس ومحاربة التحنسيرة بكل أشكالها. ميمي أو موكا كما يطلق عليه علماء البيولوجيا ليس حيوانا ولودا ولا هو حيوان بيوضا، فبالرغم من أنه أسرع أنواع الطيور إلا أنه يتزايد عبر الانقسام الخلوي، فما أن يستلمه المغربي حتى يبدأ في إنفاقه فيبدأ في الانقسام إلى 2000 و1000 ريالات، ثم بعدها إلى شقفات ودراهم، فيصبح بطلنا الأسطوري الأزرق في خبر كان. كانت قد حكت حضارات قديمة عن أساطير ارتبطت بالحبة الزرقاء ومنافعها. ففي مصر القديمة يحكى أنه في يوم من الأيام تحنسرت كليوباترا في الفلوس، حيث كانت تريد أن تذهب لمشاهدة حفل غنائي لشيخات الأطلس، فاتصلت بقيصر اليونان. لكنه كان محنسرا أكثر منها، فأرسلت واتسابا لتوت عنخ آمون، إلا أن هذا الأخير كانت موضوع عليه لعنة من الآلهة تمنعه من الخروج إلى الشارع، فسقطت عليه فكرة جهنمية، فأرسل إلى كليوباترا جيوشا من الزرقلافات عبر موقع كاش بلوس في الشبكة العنكبوتية بدون أن ينهض من عرشه الفرعوني. فلولا حنكة ودهاء توت عنخ آمون لاكتفت كليوباترا بمشاهدة شيخات الأطلس على اليوتيوب. هذه الواقعة وقصص أخرى جعلت الرومان وحضارة المايا والبابل يصنفون الزرقلاف كأحد أهم كائنات العصر المحاضر. فصدق أفلاطون عندما قال: لما عنده فلوس كلامه مسوس، عذرا يا نيوتن، فالجاذبية تكمن في وكالات كاش بلوس.